على الأرجح؟ أحمد، جي دي فانس البارحة أجرى عدة مقابلات لتوضيح الأمر، يبدو أنه التبس بشكل كبير، ثم ذهب لإن بي سي وقال أنه ما تحدث عنه إذا إيران أصبحت دولة طبيعية وبيئة استثمارية قد، ونضع 100 خط تحت قد، دول مجلس التعاون قد تستثمر في إيران، وقد لا، الولايات المتحدة قد لا تستثمر. ثم عاد وقال أنه قد يكون، حتى ترامب اليوم في فرنسا قال قد تقوم الولايات المتحدة بالاستثمار، وبالتالي ما اتضح أنه الموضوع ليس هناك صندوق لإعادة إعمار إيران، وليس هناك تعويضات، إنما هي مسألة هل تستثمر، هل تعود. وكان جي دي فانس واضح أنه الاتفاق أو مذكرة التفاهم تنص على أمرين: أول شيء المشروع النووي الإيراني، الأمر الثاني تأهيل إيران لعودتها للاقتصاد العالمي. لكن أحمد، خلنا نوضح أمر مهم. أعتقد من يراقب الموقف بين واشنطن وطهران يجد أنه منذ عامين كان الحديث عن أنه إيران قد تمنح الولايات المتحدة فرصة للاستثمار ب4 تريليون دولار، وأعتقد أنه قد يكون هذا الأمر موجود. لكن خلنا نوضح نقطة أخيرة، أنه دول مجلس التعاون، يعني قطر لديها استثمار مشترك مع الإيرانيين في حقل الشمال من 9700 كيلو، وهو يشكل 10%. أيضا التبادل التجاري بين الإمارات وإيران يصل إلى 30 مليار دولار. طيب، لكن قراءة متأنية في خطاب ترامب تظهر أن 300 مليار دولار ربما كانت مفك عقدة التفاوض في الدقائق الأخيرة قبل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، مما جعل طهران لربما تقبل ذلك الاتفاق الإطاري مع واشنطن والذي لطالما رفضته. لا أعتقد أنه، واضح أنه جي دي فانس وضحها، قد يكون التبس الأمر في البداية لكن أكثر توضيحا. ثم قيل أيضا أنه ما تم الاتفاق عليه سيتم نشره بالكامل خلال يومين، بحيث أنه قبل يوم الجمعة، لأنه يوم الجمعة قد يكون التوقيع. لا أعتقد أنه، وجي دي فانس وضح الأمر، لا أعتقد أنه هناك صندوق ب300 مليار بالنسبة لإيران بتاتا. طيب، وقالها جازما أنه لم يكن هناك لا تعويضات. أحمد، لا يوجد تعويضات، لن تمنح دول الخليج دولار واحد، ولن يتم تحرير أي من الأموال المجمدة. تعرف هناك 6 مليار دولار موجودة في قطر بسبب الصفقة اللي كانت بين واشنطن وطهران. أيضا لن يكون هناك رفع لأي أصول مجمدة سواء من الولايات المتحدة أو من دول الخليج. طيب، حرب التصاريح بين الجانبين الأمريكي والإيراني، أستاذ إيلي يوسف، أجدد ترحابا بك. كيف يصرح دي فانس بهذا التصريح الذي أثار جدلا كبيرا في العالم كله، يحمل نتائج الحرب أحادية الجانب التي أعلنها ترامب ونتنياهو على إيران، يحمل وزرها لدول الخليج هذه الدول التي لم يستشرها ترامب في خيار الحرب وقرارها؟ كيف تفسر ذلك أستاذ إيلي؟ طبعا شكرا على الاستضافة وتحية لضيفك أيضا. يعني لنكن أولا لنحاول أن نفصل الأمور بشكل أو بآخر. نحن لا نتحدث عن وزر لهذه الحرب من الذي سيتحمله. نحن نتحدث عن يعني باكج كاملة، يعني قضية كاملة أمامها الآن فرصة لكي يمكن الحديث عن شرق أوسط جديد بمواصفات جديدة وبميزان قوى مختلف. طبعا الحديث عن كيف ذلك أستاذ إيلي؟ اسمح لي فقط، عندما يقول ترامب لو كان هذا الباكج فيه مصلحة لأمريكا لقالت أمريكا سنستثمر إلى جانب دول الخليج وإلى جانب دول أخرى في صندوق لإعادة إعمار إيران، لكنه صرح وقال صراحة، وسنستمع إلى تصريحه، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ودافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية لن يمنحوا إيران
دولارا واحدا. دعني نستمع معا إلى تصريح ترامب وأعود إليك. We are not investing any money in Iran, by the way. When that rumor got out there yesterday, it was ridiculous. We have the right to go in someday and do, if I want to do something, or if somebody wants to do something, but we are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran. أليس هذا تنصل من قضية إعادة الإعمار من قبل الرئيس الأمريكي وتحميل وزر ذلك دول الخليج؟ كيف فهمت هذا التصريح على الأقل؟ يعني أنا لا أعتقد هذا هو يعني المعنى الحقيقي. يعني هذا التفسير لا يختصر حقيقة ما الذي جرى وما الذي يتوقع أن يجري. الحديث عن 300 مليار دولار، هناك من يعتقد بأنها أيضا هي جزء من يعني محاولة إشراك دول المنطقة في إعادة صياغة التوازن الإقليمي. إيران اليوم هي التي في الموقع الذي تلقى الضربات، سواء عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. لذلك عندما يقال بأن هذا الصندوق إذا كان بالإمكان أن تشارك به دول الخليج، وهذه المشاركة لن تكون مجانية وسيكون لها تداعيات سياسية وأيضا أمنية على مستوى إعادة رسم التوازن في المنطقة. كما قلت في بداية حديثي، المشكلة ليست في هل تقوم الولايات المتحدة بدفع الأموال الآن أم لا. وبالمناسبة عندما يشدد جي فانس على أن هذه الأموال إذا كان بالإمكان الحديث عن هكذا صندوق سيكون مشروطا بتحول إيران إلى دولة طبيعية، عندها يمكن الحديث ليس فقط عن لكن إذا كان الأمر كذلك أستاذ إيلي، إن سمحت لي، إن كان الأمر كذلك، لماذا قلت بأن إيران هي التي تتلقى الضربات السياسية والعسكرية؟ ولكن إذا كان الأمر بهذا الشكل، لماذا رأينا ترامب يهرول للسلام مع إيران؟ هناك تفسيرات في الإعلام الأمريكي والأمر واضح لربما بأن ترامب يخضع أو يتعرض لضغوط داخلية هائلة حتى أنه أبرم هذا الاتفاق أو وافق عليه على الأقل فوق رأس إسرائيل وفوق رأس نتنياهو كما كتب الإعلام الإسرائيلي اليوم. المشكلة أننا يعني دعني أكون صريحا، طبعا أنا لست أدافع عن إدارة ترامب ولست جمهوريا بالمناسبة، لكن ما تحفل به الصحافة الأمريكية وخاصة الصحافة يعني التي يطلق عليها صفة الليبرالية، هي في موقع الآن تبدو وكأنها ضد الولايات المتحدة. قراءة الذي حصل في المنطقة خلال هذه الحرب ينقصها تماما هذا العمق والبعد الاستراتيجي. ما الذي تم إنجازه الآن؟ هل إيران لا تزال إيران التي كنا نعرفها؟ هل تستطيع إيران بعد اليوم أن تكون دولة مهددة للمنطقة؟ هذا الذي يجري اليوم إعادة رسمه في المنطقة وبما فيها إسرائيل. المشكلة لربما أستاذ إيلي، لربما المخابرات الأمريكية تكذب ادعاءات الرئيس الأمريكي في هذا السؤال الذي تفضلت بذكره الآن. تقول بأن إيران تمكنت من إعادة تأهيل قدراتها الصاروخية بنسبة تتجاوز 70%، وبأنها ما زالت تحتفظ بترسانتها العسكرية كاملة وببرنامجها النووي أيضا. يا سيدي، وما الذي يغير في هذه المعادلة إذا كانت تحتفظ ب20 أو ب30 أو ب70%؟ هل تستطيع إيران أن تقلب ميزان؟ هل تستطيع أن تحقق نصرا؟ يعني هذا كلام في اعتقادي. وهل استطاعت أمريكا تحقيق النصر؟ طبعا عسكريا حققت الولايات المتحدة النصر على إسرائيل، على إيران، بمعنى لم تعد إيران قادرة على تهديد يعني ليس فقط إسرائيل، حتى دول المنطقة. الحديث عن امتلاكها الصواريخ والمسيرات، هذا حديث يراد استغلاله سياسيا لأسباب، سواء على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة أو على مستوى المنطقة، خاصة في ظل التحليلات التي تتحدث عن أن هناك خطأ. قد يكون هناك تسرع، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها إدارة أمريكية قرار بأن تقريبا 50 عاما من إدارة ملف إيران
يجب أن تنتهي لنغير المعادلة. هذا الذي علينا أن نقرأه من الآن فصاعدا. والحديث كما قلت عن مسألة إعطاء الأموال، الولايات المتحدة ليست مضطرة الآن أن تقدم ولو دولار واحد إذا لم يكن هناك التزامات إيرانية، وهذا ما هو واضح من التصريحات الأمريكية وحتى التعليقات التي تأتي من مصادر إيرانية. هناك الكثير كتب ونشر عن مصادر معنا أستاذ إيلي، معنا الدكتور عماد أبشيناز ينضم إلينا مباشرة من طهران لنستجلي من خلاله. أهلا بك دكتور عماد أبشيناز. دكتور عماد هو رئيس نقابة مدراء مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية. ما قولك؟ ما الذي جرى في الدقائق العشرين الأخيرة؟ سمعنا تصريحا لمسؤولين إيرانيين يقولون بأن المنصات تتأهب للرد على القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية، وبعدها ب20 دقيقة بالتمام والكمال جاء ذلك الإعلان الذي قلب المعادلات من رئيس وزراء باكستان. ما الذي تم التوصل إليه في تلك الدقائق؟ وهل كانت 300 مليار دولار هي مفك الموقف الإيراني؟ تحياتي لك للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. في الواقع أستاذ أحمد عدة أمور حصلت، يعني ليس أمرا واحدا. في اللحظات الأخيرة قدمت الولايات المتحدة ما كانت إيران تسعى إليه منذ زمن طويل، مقابل أن لا تقوم إيران بمهاجمة إسرائيل، وأن توقع إلكترونيا إذا ما أردنا أن نقول على التفاهم. يعني الشرط الأمريكي كان أنه يريده في تلك الليلة، يعني هو مستعد أن يقدم هذه التنازلات مقابل أن تقوم إيران بالتوقيع على تفاهم الإطار في تلك الليلة. وعمليا وجدت إيران أن هذه المغريات التي تم تقديمها لإيران هي لربما أكبر صفعة ممكن أن تقدم. لكن يعني دكتور عماد، هذه المغريات كما تفضلت بتسميتها، هذه المغريات ترامب وأعضاء إدارته اليوم يقولون لن تحصل إيران على دولار واحد من دافع الضرائب الأمريكيين. كيف تقبل طهران أن يتحمل جيرانها العرب وزر ما دمرته أمريكا وإسرائيل في تلك الحرب؟ يعني نعم، هم صادقون. لربما الأمريكي لن يدفع دولار واحد من دافع الضرائب، يعني هذا ليس كذب. إذا ما أردنا أن نقول الأموال التي تم إفراجها لحد الآن هي أموال إيرانية مجمدة كانت، تم إفراج قسم منها، يعني بدأت تصل إلى إيران حسب علمي. يعني طائرات نقلت قسم كبير من الأموال، يعني على الرغم من أن البعض كذبوا ذلك، ولكن عمليا تم نقل هذه الأموال إلى إيران بشكل نقدي وفتح الأرصدة، إضافة إلى أن الولايات المتحدة طبقا لعادتها تريد أن ترمي الكرة على عاتق الدول العربية كي تدفع الخسائر التي تسببت بها الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران. عمليا نتصور على شبكتكم منذ حوالي شهرين أنا قلت أن الولايات المتحدة تبحث أن هذه الخسائر التي تسببوا بها الولايات المتحدة وإسرائيل سوف يتم دفعها من قبل الدول العربية. وكان هناك زميل لكن دكتور لدي تعقيب بسيط إن سمحت لي، وأذكر أنك تفضلت وقلت هذا الكلام، لكن ألا يتناقض قبول إيران في هذا الوقت بالذات بهدية ترامب، ألا يتناقض مع تصريحاتها حول العيش المشترك وضرورة التكامل الاقتصادي والأمني مع جيرانها العرب؟ عمليا إيران لن تقبل ذلك لحد الآن. يعني عمليا إيران تصر على أن هذه الأموال يجب أن يتم دفعها من قبل الولايات المتحدة لأسباب أهمها هو سياسية إذا ما أردنا أن نقول. يعني الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية تصرفاتها، ولكن هذا العرض الأمريكي موجود على الطاولة، وتقول الولايات المتحدة أنا أستطيع أن أجبر الدول العربية أن يدفعوا هذا المبلغ. يعني هم سوف ينصاعوا لأوامري ولن يعني يقولوا لا للأمريكي، وهذا يعني معروف للجميع. يعني
عملية ممكن أن تأخذ الولايات لا، المتحدة هم يستطيعون قول لا للأمريكي في ملفات كثيرة، منها ملف التطبيع الذي رفضته الرياض واشترط أن يكون التطبيع بعد حل الدولتين، ولا زال الموقف السعودي لم يتغير رغم الضغوطات الأمريكية. دعني أنتقل إلى الرياض حتى لا أطيل على الأستاذ عماش الحربي. ما تعليقك أستاذ منيف على ما تفضل به ضيفنا من طهران الدكتور عماد بشيناز؟ أحمد، أولا لا يوجد ما يسمى أنه دول الخليج ستدفع للجانب الإيراني دولار واحد، وهذا مؤكد وهذا محسوم بالنسبة لهذا الأمر. وما قاله جيدي فانس، وأتمنى أن نعود إلى ما قاله على NBC عندما قال أنه إذا أصبحت إيران دولة طبيعية وبيئة استثمارية قد تستثمر دول الخليج في إيران، بمعنى إذا تهيأت الظروف وليس هناك أي تعويضات. هذا أول. لكن يا أستاذ منيف، هو الاتفاق الإطار تقول إيران بأنه يتضمن هذا الشرط، وبأن هذا كان حافزا أو محفزا مهما لطهران كي تقبل بذلك الاتفاق. لا يوجد حتى الآن، لا يوجد نص أحمد منشور. قال ترامب وقال جيدي فانس أنه سينشر بعد يومين، وقالوا أنه ليس صحيحا. حتى 100 مليار اللي مجمدة من أموال الإيرانيين لم يتم الاتفاق عليها. كان اتفاق إيران بالبداية أن يكون هناك 24 مليار دولار ورفضت الولايات المتحدة، وأيضا تم العودة إلى موضوع 12 مليار ورفضت الولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة أجبرت الجانب الإيراني أنه لن يتم لكن هناك شيء يا أستاذ منيف، هناك شيء حدث قبل موافقة إيران تحديدا على الاتفاق الإطار. يقول محللون أمريكيون كثر، بل يضيفون ويقولون بأن الصفقة وإن كانت كريمة مع إيران إلا أنها في مصلحة الخليجيين، بمعنى أن دفع 300 مليار من قبل الخليجيين سيعفيهم من دفع رسوم العبور لإيران. ما رأي أهل الخليج في هذه النقطة تحديدا؟ أحمد، في أمرين. كيف تم الاتفاق؟ تم الاتفاق أولا عندما قال ترامب أنه سيعود إلى الضربات من جديد وسيضرب منشآت الطاقة والجسور. الأمر الثاني، تسرب بشكل معين أنه قد يلجأ ترامب إلى ما قاله إيزنهاور في الحرب الكورية. إذا أخذنا التاريخ نجد أنه إيران، الحرب مع إيران هي تماثل الحرب الكورية وليس فيتنام، لأن إيران أكثر قوة من فيتنام. فكان الحديث التالي عندما كان على الطاولة هل سيكون هناك ضربات نووية تجاه إيران أم لا؟ هذا الخيار كان موجودا أيضا على الطاولة، حتى لو قال ترامب أنه قد أزالهم من طاولة التفاوض. ولكن هذا اللي ما دفع الإيرانيين. انظر أحمد، كل ما طلبت فيه إيران أقفلت مضيق هرمز. من اللي خسر؟ أكثر خاسر هي إيران. كانت إيران تصدر 1,900,000 برميل يوميا، أصبحت تصدر 300,000 برميل. هذا واحد. الأمر الثاني، انسحاب عدد من الدول من التعاقدات مع الجانب الإيراني والتعاقد مع الولايات المتحدة مقابلة، ومن ضمنها الصين في زيارة ترامب إلى شي جين بينغ. الأمر الثالث وهذا مهم، أنا أعتقد أن الجانب الإيراني وافق في اللحظة الأخيرة على موضوع 440 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب ب60% على تذويبه مع بوجود وكالة الطاقة الدولية والجانب الأمريكي. فبالتالي كل النقاط اللي وضعتها إيران للتفاوض تنازلت عنها. أكبر تنازل أحمد من الجانب الإيراني، لأنه الجانب الإيراني وأمريكا لم تتنازل أستاذ منيف، كما هدد إيزنهاور وترامب لم يتنازل. نعم، خلينا أكون بكل موضوعية. أنا أعتقد الجانب الأمريكي والإسرائيلي راهنوا في البداية على قراءة خاطئة، ويبدو أن الجانب الإسرائيلي أعطى معلومات خاطئة للجانب الأمريكي أنه إسقاط المرشد ومن معه سيعني سقوط النظام. وأعتقد أنه جيدي فانس وبخ نتنياهو على هذه المعلومة. أيضا أحمد، خلنا نعيد لك إلى اجتماع 19 مارس في الرياض التي بين السعودية ومصر وتركيا وباكستان،
وكان الرهان الحقيقي على إيقاف هذه الحرب والذهاب إلى الحل السلمي. السعودية كانت داعمة، هذا الرباعي أيضا داعم للتفاوض، واعتقد أن السعودية دعمت الجانب الباكستاني بشكل كبير. كما أيضا أنه بالاتفاق الأخير اللي تم كان الإشارة إلى وساطة باكستان ووساطة قطر. هذا أمر مهمة. هذا أمر نتفق عليه، لكن الخلاف في هذه ملابسات 300 مليار دولار. أنا أعتقد 300 مليار جي ديفانس في مقابلته الأخيرة مع MBC أوضحها وقالت هو اشترط. أستاذ منيف استمعت إليه، هو اشترط أو وضع شرطا مهما: لا استثمار في إعادة الإعمار أو لا اتفاق مع إيران ما لم تلتزم بشروط الاتفاق الإطار. هذا واضح، لكن هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة. دعني أسمع وجهة نظر الأستاذ إيلي يوسف. أستاذ إيلي، وسينشر بعد يومين كاملة. صحيح. أستاذ إيلي، ترامب الذي لا ينتقد أوباما على بضع مليارات قدمها لإيران في إطار الاتفاق على جعل برنامج إيران النووي سلميا، يوافق على صفقة العمر بالنسبة لإيران إن صحت بطبيعة الحال، ولا يهم إدارة ترامب ولا إيران إن كان المصدر 300 مليار دولار هو دافع الضرائب الأمريكيين أو الجيران الخليجيين. ألا يكشف ذلك مدى المأزق السياسي الداخلي الذي يوجد فيه ترامب ويحاول الخروج منه بأي ثمن؟ يعني لا أفهم يعني لماذا تصوير الأمر وكأن المشكلة هي عند الولايات المتحدة. يعني لأنها هي التي بدأت الحرب أستاذ إيلي. هي بدأت هذه الحرب لأنها كانت تعلم وتدرك ما الذي تريده وما الذي نحن مقدمون عليه. سيكون بعد يومين، يعني أولا ستتوضح كل بنود هذا الاتفاق لكي نبتعد عن التفسيرات والتفسيرات المضادة والقراءات المضادة. يعني أولا اشتراط يعني أو تصوير القضية بأن 300 مليار دولار ستكون ضريبة على الخليجيين، هذا أمر يعني بعيد تماما عن الصحة. أولا لا يمكن فرض هذا الموضوع بهذه الطريقة. الحديث يتم عن استثمارات، والاستثمار يعني شراكة، والشراكة يعني هناك مسؤوليات مشتركة ما بين الطرفين، وهذا له تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية كما قلت على كل مستقبل منطقة مضيق هرمز وما تحيطه وما يحيط بها من دول متشاطئة. لذلك يعني المقارنة مع باراك أوباما، مع مشروع باراك أوباما، هي مقارنة أيضا غير دقيقة وغير صحيحة. يعني هناك كم من الأخبار وكم من المعلومات، كما قال أيضا ضيفك قبل قليل من طهران، بأن أموال بدأت تصل، لا أعلم يعني من أين جاءت معلوماته، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد على الأقل تقنيا أي إمكانية لصدور هكذا قرارات أو ترحيل أموال، لأن الأمر يحتاج إلى إجراءات قانونية حتى داخل الولايات المتحدة. لا يمكن حتى رفع تجميد الأموال على سبيل المثال في قطر من دون قرارات واضحة يتخذها يعني تتخذها وزارة الخزانة الأمريكية. يعني هناك مسار. هذا تفصيل أستاذ إيلي، لأنه إذا عدنا إلى الإعلام الأمريكي نجد تقارير كثيرة تتحدث على أن دولا خليجية سلمت مليارات لإيران في إطار صفقة من وراء الولايات المتحدة الأمريكية سلمتها لها بطرق لا أعرفها أنا وأنت. لكن دعني أعود إلى طهران، لأنك ذكرت نقاط مهمة وتحدثت عن مدى التزام إيران، وأن الصفقة هي رهن بالتزام إيران، صفقة وقف الحرب برمتها، رهن بالتزام إيران بوضع برنامجها النووي تحت مجهر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلا استثناءات هذه المرة، إضافة إلى عدم قيام إيران بأي أنشطة تزعزع استقرار المنطقة. دكتور أبشيناز، هل هذه هي الترجمة المباشرة للصفقة؟ أليس عنوان هذه الصفقة عمليا هو إعادة الإعمار مقابل النووي والأذرع؟ لا، عمليا تفاهم الإطار الهدف منه هو هنا، لأن العديد من أصدقائي هم دخلاء في المفاوضات، أعلم ذلك، يعني لا أقوله كتحليل. عمليا الهدف من تفاهم الإطار هو
ترسيم خطوات للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى سلام دائم وشامل بين الجانبين. عمليا ما تصبو إليه يعني الولايات المتحدة حاليا مع إيران في هذه المفاوضات التي ممكن أن تنطلق بعد يوم الجمعة إذا تم التوقيع على تفاهم الإطار، هو حل لربما الخلافات التي دامت لأكثر من 47 عاما بين إيران والولايات المتحدة. والتصور الغالب بين الجانبين هو وفي الواقع حتى الوسيط الباكستاني طرح هذا الموضوع، أنه إذا لم يتم حل هذه الخلافات عمليا، لو تم التوقيع على اتفاق نووي أو لم يتم التوقيع عليه ما من فرق، يعني عمليا سوف تعود المشاكل بين الجانبين. في البداية يجب حل هذه المشاكل، وأتصور الجائزة الكبرى التي يصبو إليها ترامب حاليا هي في ذهنه هي الوصول إلى هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وبالمناسبة في أول اجتماع جرى بين ويتكوف وعراقچي، ويتكوف طرح هذا الموضوع، أن توقع إيران والولايات المتحدة على معاهدة سلام بينهم ويضعوا كل خلافاتهم جانبا، نعم. ويفتحوا صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين. هذا حرفيا كان الكلام الذي قاله ويتكوف لعراقچي في الجولة الأولى من المفاوضات التي من بعدها كانت حرب 12 يوم. نعم، حرب 12 يوم حدثت بعد واضح. دعني الأستاذ إلي يوسف يريد أن يعلق فيما تبقى من الوقت من باب الإنصاف. تفضل بعجالة. نقطة وأنهي كلامي. نعم، إذا توصل الجانبان إلى هذا الاتفاق، وهو صعب جدا أن يصلوا، لا أقول هو سهل، عمليا موضوع الملف النووي هو سهل جدا، سوف يكون ملفا سهلا جدا. إيران ليس لديها مشكلة أن تشرف المنظمة الدولية للطاقة الذرية على برنامجها، ليس لديه شيء. واضح. فيما تبقى دكتور من الوقت، أستاذ إيلي تريد أن تعلق، ولكن الإعلام الإسرائيلي والأمريكي، سأعطيك المجال حتى تجيب على هذا السؤال أيضا، ينصف إيران ويقول بأنها نجحت في خلق انقسام عمودي هائل بين إسرائيل، في داخل إسرائيل وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الطرفين أيضا. تفضل. يعني طبعا من الطبيعي أن يكون الحال ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو على هذا الشكل. طبعا هم حلفاء، لكن هذا لا يعني أن هناك تطابقا، وعندما يكون الطرف الأكبر هو الأساس بالتالي على الطرف الأصغر أن يلتحق، وليست في كل الأحوال دائما تلتقي مصالح يعني البلدين، خاصة إذا كنا نتحدث عن قضية كبرى يجري إعادة ترتيب المنطقة. والكلام الذي قاله الدكتور من طهران تماما يصب في هذا الذي أشرت إليه في بداية حديثي. نحن أمام مرحلة جديدة، إيران دخلت في مرحلة